أنا رامي، جاي أحكي لكم النهاردة حكايتي. أنا عندي 25 سنة، كنت عايش برا مصر في أمريكا، وقررت إن أرجع مصر وأقعد في القصر بتاع جدي. أصل جدي اتوفى بقاله 10 سنين وسايب لي القصر ده ميراث، وأنا قررت أسيب برا وأرجع أقعد في القصر. بس لازم تعرفوا إيه اللي حصل لي في القصر أما رحته. ايه يا رامي؟ ايه اللي حصل لك في القصر؟ ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. النهارده باين كده من القصه ان هي ايه يا ترى؟ رعب؟ هنشوف. بس قبل ما نبدا لازم نسمي بسم الله ونصلي على النبي. وطبعا مش هفكركم، اشتركوا في القناه. ويلا بينا نشوف بقى رامي هيعمل ايه في القصر. بس نصيحه، اوعوا تقعدوا لوحدكم، لازم تسمعوا القصه دي وانتوا قاعدين مع حد. ويا ريت لو تجيبوا حاجه تشربوها او تاكلوها. يلا بينا نبدا على طول القصه النهارده. العنوان اهو يا اسطى، تعرف تروحوا؟ طبعا يا فندم. بس الكومباوند ده مهجور ومحدش عايش فيه خالص. طب والله كويس، احسن. انا بحب الهدوء بصراحة، ريحتني. لا، اذا كان على الراحة ما تقلقش، هتستريح هناك قوي. اتفضل، وصلنا حضرتك. حسابك كام يا اسطى؟ الحساب؟ لا يا فندم، اتدفع خلاص. ايه؟ اتدفع؟ ازاي يعني؟ هو انت تعرفني؟ عز المعرفة، ده واجب علينا. نزلت ساعتها من التاكسي، لقيت القصر منور وجميل جدا، وعليه حرس من بره. بلف عشان احاسب السواق، لقيته مشي. ساعتها استغربت قوي، بس رحت ناحية القصر وقلت اسأل الحرس اللي واقفين بره، وقلت لهم: السلام عليكم، هو ده مش قصر عبد الله باشا؟ اه، نورت يا رامي باشا، الحمد لله على السلامة. ايه ده؟ هو انت تعرفني؟ طبعا، جد حضرتك ياما حكالنا عليك. انت انت ازاي واقف هنا؟ والقصر ده منور ازاي؟ هو مش جدي متوفي بقاله 10 سنين؟ وبعدين انت مين اللي بيدفع لك مرتبك هنا؟ مين اللي بيدفع لي؟ جدك يا رامي باشا، جدك عبد الله باشا هو اللي بيدفع لي اجرتي. وبعدين في جوه كمان الست عالية وبنتها نادية. ايه؟ جدي؟ ايه ده؟ جده؟ جده هو اللي بيدفع المرتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الرعب ده؟ انا خايفة قوي يا مامي. ده بقى اللي هنعرفه، موضوع جده ده عايش ولا ميت هنعرفه في الجزء التاني. استنوني.